إن إدريس عليه السلام كان يرفع له كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في زمانه، فعجب منه الملائكة واشتاق إليه ملك الموت، فاستأذن ربه عز وجل في زيارته فأذن له الله، فأتاه ملك الموت في صورة غير صورته الحقيقية، فقال لإدريس عليه السلام: إني أريد أن أصحبك وأكون معك. فوافق إدريس عليه السلام فصحبه، وكان يسبحان النهار ويصومانه، فإذا جنهما الليل دعاه إدريس إلى طعامه فيأبى أن يأكل معه ملك الموت، ففعل ذلك 3 ليال فأنكره إدريس عليه السلام، فقال له في الليلة الثالثة: إني أريد أن أعلم من أنت. فقال له: أنا ملك الموت، استأذنت ربي أن أصحبك وأكون بجوارك، فأذن إلي. فقال له إدريس عليه السلام: فلي إليك حاجة. قال: وما هي يا نبي الله؟ قال: أن تقبض روحي، فما ذقت مرارة الموت. فقال له ملك الموت: ما لي أن أقبض روح أحد إلا بأمر من الله عز وجل. فأوحى إليه الله أن يقبض روح إدريس عليه السلام، فقبض روحه، ثم بكى ملك الموت وتضرع إلى الله أن يحيي صاحبه، فاستجاب الله لدعائه فأحياه. فقال له ملك الموت: يا نبي الله، كيف وجدت مرارة الموت؟ فقال إدريس عليه السلام: إن الحيوان إذا انسلخ جلده حال حياته وهي في مرارته أشد منه 1000 مرة. ثم قال إدريس عليه السلام لملك الموت: أسألك بالذي أجبتني لأجله أن تريني لمحة من الجنة. وكان قد طلب منه قبل ذلك أن يميته ويريه النار ليحمله ذلك على العبادة. فقال له ملك الموت: يا نبي الله، أبشر، فإنك إن شاء الله من خيار أهلها، وإنها إن شاء الله مقيلك ومصيرك. فقال: يا ملك الموت، إني أحب أن أنظر إليها، ولعل ذلك أن يكون أشد لشوقي وحرصي وطلبي. فأذن له الله فذهب به إلى باب من أبواب الجنة، فنادى بعض خزنتها فأجابوه، فقالوا: من هذا؟ قال: ملك الموت. فارتعدت فرائسهم وقالوا: أمرت فينا بشيء؟ فقال: لو أمرت فيكم بشيء ما ناظرتكم، ولكن نبي الله إدريس عليه السلام سأل أن ينظر إلى لمحة من الجنة فافتحوا. فلما فتح أصابه من بردها وطيبها وريحانها ما أخذ بقلبه، فقال: يا ملك الموت، إني أحب أن أدخل الجنة فآكل أكلة من ثمارها وأشرب شربة من مائها، فلعل ذلك أن يكون أشد لطلبي ورغبتي وحرصي. فقال: ادخل. فدخل فأكل من ثمارها وشرب من مائها. فقال له ملك الموت: اخرج يا نبي الله، قد أصبت حاجتك حتى يردك الله مع الأنبياء يوم القيامة. فاحتضن بساق شجرة من شجر الجنة وقال: ما أنا بخارج منها، وإن شئت أن أخاصمك خاصمتك. فأوحى الله إلى ملك الموت: قاضه الخصومة. فقال له ملك الموت: ما الذي تخاصمني به يا نبي الله؟ فقال إدريس عليه السلام: قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، فقد ذقت الموت الذي كتبه الله على خلقه مرة واحدة. وقال الله: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، وقد وردتها، أفأردها مرة بعد مرة؟ وإنما كتب الله ورودها على خلقه مرة واحدة. وقال لأهل الجنة: وما هم منها بمخرجين، أفأخرج من شيء ساقه الله إلي؟ فأوحى الله إلى ملك الموت: خصمك عبدي إدريس وعزتي وجلالي، إن في سابق علمي قبل أن أخلقه أنه لا موت عليه إلا الموتة التي ماتها، وإنه يدخل الجنة في الساعة التي دخلها، وأنه ليس بخارج منها